اهلا بيكم في فيديو جديد من كابوريا ستيشن. بصوا الفيديو ده هيبقى مميز بالنسبه لي لان الفيديو ده الفيديو رقم 100. انا كده ده الفيديو رقم 100 في القناه. انا كده عملت 100 فيديو في حوالي سنه، وده طبعا رقم قليل جدا بالنسبه لسنه، بس ده بالنسبه لي انجاز. انا ما كنتش اتوقع في حياتي ان انا اعمل 100 فيديو. طبعا ككواليتي في حاجات رايحه في داهيه، في حاجات طبعا للاسف طلعت اشاعات مش حقيقيه، بس انا سعيد جدا ان انا عملت 100 فيديو وحاسس بانجاز ان انا كملت سنه ووصلت الرقم ده. فانا حابب الفيديو ده اتكلم على حاجه ليها علاقه باول فيديو عملته خالص. انا اول فيديو عملته كان مراجعه فيلم سبايدر مان نو واي هوم، فحابب اتكلم على سبايدر مان. بصراحه قعدت افكر اتكلم عن ايه، لقيت ان افضل حاجه اقدر اتكلم عليها دلوقتي هي سبايدر مان، لان هو شخصيتي المفضله وده اللي خلاني، الحاجات اللي شجعتني ان انا يلا بينا انا هعمل القناه دلوقتي. انا هبدا القناه دلوقتي ساعه ما فيلم نو واي هوم نزل. وفي نفس الوقت انا حابب اقفل صفحه ذا اميزنج سبايدر مان 3. يعني انا دلوقتي وصلت للمرحله اللي انا بقى يعني سمعت كذا حاجه اخر فتره، ما رضيتش اعمل عنها فيديو غير لما خلاص اتاكد. يعني اتكلمت كتير جدا على ذا اميزنج سبايدر مان 3 عن الفرصه اللي ظهرت من سنه بالظبط، من قبل سنه. ذا اميزنج سبايدر مان 3 كل اللي نعرفه عنه ان هو فيلم اتلغى، كان هيتعمل في 2016 تقريبا، وللاسف بسبب الايرادات اللي حصلت وبسبب الهجوم النقدي على فيلم ذا اميزنج سبايدر مان 2، العالم بتاع ذا اميزنج سبايدر مان ده اتلغى كله كده اتلغى، وحولوا سبايدر مان لعالم مارفل السينمائي بممثل توم هولاند. لكن من سنه بالظبط فيلم نو واي هوم نزل وكسر الدنيا، طبعا بغض النظر عن الديفوهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يعني في ديفوهات كتيره في الفيلم ده، بس وجود الثلاثي ده كان حاجه محدش يقدر يتصورها. بس من الحاجات العظيمه والحاجات اللي سمعت في الفيلم ده هو ظهور اندرو جارفيلد. اندرو جارفيلد ظهوره كان عظيم. طبعا هو توبي ماجواير طبعا حاجه مش هدخل في المقارنات والكلام ده، الاتنين جامدين وكل حاجه، بس اندرو مشاهده كانت سمعت مع الناس قوي. فبعديها يعني ظهر بقى سؤال كده، طب ليه لا سوني يعني ما تعمل لنا زي اميزنج سبايدر مان 3؟ يعني دلوقتي انت كنت بتحججي ان الناس مثلا مش بتحبه وبتاع، احنا دلوقتي ما فيش حد ما خرجش من نو واي هوم مش بيشكر في اندرو جارفيلد. طب ايه؟ ودلوقتي في مالتي فيرس بقى ومش عارف ايه، طب ايه؟ ما يلا. وبما اصلا ان هم بيعملوا عالم لوحدهم، عالم بتاع فينوم موربيوس والناس دي كلها، ما انت ممكن تربط العالم ده بعالم زي اميزنج زي ما هو اصلا كانت الخطه الاصليه كده، وخلاص زي بدأنا. ودلوقتي توم هولاند في نفس العالم بتاعه، عالم مارفل السينمائي، ويبقى اندرو جارفيلد في عالم سوني ده، وصباح الفل. وبرده حاجه زي دي مش هتمنع انك تعمل حاجه لتوبي ماجواير لو حابب. يعني في اشاعات كتيره ظهرت، في كلام كتير ظهر خلال السنه دي، واكتر حاجه ظهرت وانا اتكلمت عليها اللي هم كانوا عايزينه في عالم فينوم يظهر في افلام فينوم والكلام ده، والمفاوضات فشلت. طبعا الكلام ده مش رسمي، بس انا شخصيا يعني لو هتاخد رايي هقول لك الكلام ده حصل. وليه حق طبعا انه يرفض يدخل عالم فينوم، لان عالم فينوم عالم سيء، على مستوى النقدي والجماهيري، عالم فاشل بصراحه. يعني هو بيجيب فلوس بسبب فينوم بس مش اكتر، حتى موربيس خسر. فهو للاسف مش ناجح. واندرو جارفيلد واحد بيبص على كاريره ومهتم جدا بكاريره الفتره دي، فطبعا مش هيوسخ نفسه بعالم سيء على مسمى او على اللي هو لا انا عايز ابقى سبايدر مان تاني. فطبعا خلاص هو كبر ونضج على فكره ان انا اضحي عشان اعمل شخصيه مثلا. فاخر التطورات والحاجات اللي حصلت ان اندرو جارفيلد كان عايز حاجه معينه. اندرو جارفيلد كان عايز حاجه معينه وسوني ما عرفتش توفرها له، عشان كده المفاوضات خلاص بقى. يعني لو كان في كلام فالكلام قطع ببساطه. زي ما قلت سوني كانت عايزاه في عالم فينوم، بس اندرو جارفيلد كان عايز ذا اميزنج سبايدر مان 3. وفي اعتقادي الشخصي هم مش رافضين الفكره، بس ليه المفاوضات فشلت؟ المفاوضات فشلت لان هو المره دي هو عايز يتدخل جامد. المره دي ما تنسوش برضه هو عمل ذا اميزنج سبايدر مان 1 وعمل ذا اميزنج سبايدر مان 2 والاتنين ما سمعوش، والتاني فشل بسبب تأليف واخراج مش ذنبه. يعني هو مش ذنبه ان هو دخل في حاجه، هو ممثل في النهايه. الموضوع برضه زي ما بنتكلم عن هنري كيفل، اللي هو في هو يا جدعان دول ممثلين، ما اعرفش ليه المنتجين دايما بيحاسبوهم على حاجه هم ما عملوهاش. يعني فاندرو جارفيلد كده كده اصلا كان عامل مشاكل مع سوني لما رجع في نو واي هوم، رجع علشان تدخل مارفل، منتج مارفل على مارفل السينمائي. المنتج ده عشان علاقاته عظيمه رجعه هو توبي ماجواير، بس هم علاقتهم مع سوني مش حلوه قوي،
وبالذات اندرو لان هم طردوه في 2014. ففي النهايه هو واضح ان هو كان عايز يبقى فيه كنترول كده، هو عايز يقدر يسيطر في القصه ويشارك في القصه ويشارك في الرؤيه بتاعت سبايدر مان في الفيلم ده هتبقى عامله ازاي، علشان يضمن ان هو يطلع فيلم حلو. وخصوصا كمان ان هم الفتره دي بيعملوا افلام سيئه اكتر من زمان، سيئه جدا، حاجه زي فينوم 2 او حاجه زي موربيوس. لا هم دلوقتي وصلوا لجوده سيئه، فهو عشان كده عايز يتدخل. وفي طبعا كلام اتقال ان هو لا هو مش عايز يتدخل بس، لا هو عايز الفيلم ده يكون انتاج استوديو مارفل، اللي هو يبقى منتج مارفل يبقى موجود، لان المنتج ده شاطر بيعمل افلام حلوه، اقل حاجه بيعمل افلام مقبوله مثلا. فاللي هو لا لازم يبقى ضامن، وده حقه بصراحه. بس سوني تقريبا ما عجبهاش الكلام ده، او ما انا صح ما عرفتش توفر له حاجه زي دي، الله اعلم. بس عمليه ما مشيتش العجله بتاعت الانتاج اللي هو يلا بينا نعمل ذا ميز اكسبيرمنت 3 من تاني، وقفت والموضوع فشل. هل ممكن تتحرك تاني في يوم من الايام؟ ممكن، بس ما اعتقدش في خلال العشر سنين جايين بصراحه، الا لو سوني جالها ناس جديده في الاداره بتاعت الافلام فهمانه فيقدروا يوفروا له اللي هو عايزه، او يعملوا مثلا حاجه زي سبايدر فيرس مثلا هو وتوم ماجواير وهولاند والناس دي كلها. ممكن اتمنى حاجه زي دي تحصل، بس للاسف دي النهايه اعتقد كده. مفيش ذا ميوزك اكسبيرمنت 3، حتى لو نو واي هوم احيا الامل ده فهو خلاص مفيش حاجه زي كده، بقت خلاص حاجه زي كده بقت اعتقد صعبه جدا مستحيله. وتوم هولاند زي ما قلنا قبل كده هو هيبقى واجهه سبايدر مان في العشر سنين جايين، ودي حاجه مش هتمنع ظهور اندرو جارفيلد توم ماجواير في حاجات زي مثلا افنجر سيكريت وورز او افلام مثلا جماعيه وحاجات اللي زي كده. ودينا هنشوف برضو، الله اعلم، ممكن في لحظه كده الدنيا تتغير مره واحده تلاقي ذا ميوزك 3 و4 وبتاع، بس ده احلام اعتقد خلاص كده. كده كده توم هولاند بيعمل فيلم الجزء الرابع في عالم مارفل السينمائي، واندرو كده كده هو برضو ارجع اقول هو مهتم بكاريره، فهو مش خسران حاجه يعني، بالعكس هم اللي خسرانين، هم اللي خسرانين ممثل عظيم زي اندرو جارفيلد. بس كده يا جماعه ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. كان معاكم زياد المغربي من كابوريا ستيشن. أز كابوريا أز كابوريا لو أزوني حأز المكافيكا في قديمة